العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. نحن كنا نظن أن جبريل عليه السلام يعني لن ينزل إلى أرضنا هذه، وإنما يعني يسكن في المكان الذي يريده رب العباد له، وهو رئيس الملائكة وأمين وحي السماء إلى رسله، لأن مهمته هو تبليغ كلام الله إلى رسل الله. نعم. لكن من كرم الله على هذه الأمة أن يشارك جبريل بنفسه مع وفد الملأ الأعلى المسلمين والمؤمنين في صلاتهم الليلة، الله إن صادفت ليلة القدر إن شاء الله. آمين. اللهم آمين. والعجيب أن هذا المخلوق النوراني الذي خلقه الله سبحانه وتعالى يتنزل ليشارك المسلمين، ليس عبادتهم فقط، وليس التأمين على العبادة فقط، ولكن أستطيع أن أقول أن يعني الأرض تكتظ بهذا الملأ الخير الملائكي النوراني، يؤمنون على دعاء الداعين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة استجاب الله له. الله أكبر. رب العباد سبحانه وتعالى يعلم ضعف الإنسان، ويعلم أن بني آدم خطاء، وأن النفس الإنسانية تنزع إلى شرورها، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع العوائق من أمام المؤمنين كي يدخلوا على باب الله سبحانه من أقرب طريق، يعني المسافة بين السماء والأرض دعوة مستجابة. الله. العجيب أن رب العباد سبحانه وتعالى خلق الخلق أنواعا ثلاثة، مخلوقات لا تعصي الله أبدا، لا تعرف المعصية، وطائفة الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، الله يرضى عليكم، وطائفة لا تعرف الخير ولا ينازعها الخير، إبليس وجنوده. نعم. وطائفة أخرى وهم نحن وفضلاء المشاهدين والمشاهدات، ركب فينا جانب الخير وجانب الشر. نعم. فإن تغلب جانب الخير فينا على جانب الشر صرنا عند الله أفضل من الملائكة. نعم. وإن تغلب جانب الشر على جانب الخير صرنا والعياذ بالله أسوأ من الشياطين. في هذه الليلة تتفوق طائفة بني آدم التي قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأن يعني رب العباد سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة في هذه الليلة بالذات. وهذا أول معلم من معالم إنك عفو. الله أكبر. الله أكبر. يعني يعفو عن تقصيرنا فيظهرنا أمام الملائكة أننا أرفع منهم قدرا. نعم. يعني أننا ذو منزلة خاصة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. ولقد كرمنا بني آدم. هذا التكريم الكبير دليل على أن الله هو العفو، لأن العبد مهما يصنع فهو مقصر، ولكن رب العباد عز وجل يجبر تقصيرنا بعفوه. ويرقع العبد يعني ثوب المعاصي بخيط الاستغفار. الله أكبر. ورب العباد سبحانه وتعالى يفتح في هذه الليلة روزنة الخير. الله. تفتح أبواب السماوات، حتى من نام في هذه الليلة تصلي عليه الملائكة. الله. حتى اللي نام. نعم. يعني طالب انه ما يعملش الشر بس. نعم. يعني طالب انه لا يصنع الشر. رب العباد الشر اقصر. نعم. الله يرضى عليك. أيوة. الله يرضى عنك. نعم. فحتى ان اقصر من شر ولم يصنع الخير، يعني وقف عند نقطة الصفر. نعم. فهو مسلم عليه من الملائكة. ليه؟ لانه يعني قال علماؤنا ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. نعم. الله. يعني ما رفضت الصحبة. نعم. لا داعي للايه. نعم. للثورة المضادة او للحرب. نعم. السلبية. نعم. الله عز وجل يعلم أن العبد ضعيف، خلق ضعيفا، فلذلك جاء في هذا الشهر الكريم من عفوه وكرمه أن قيد له مردة الجن. الله أكبر. فلا يصير بيننا إلا شياطين صغيرة تغلب بفضل الله عز وجل مجرد الاستعاذة. يعني مجرد أن إبليس أو الشيطان يضع خرطومه على قلب ابن آدم، فإذا ذكر العبد خنس. هذه المسألة أن كأن الله يرفع العوائق حتى ينطلق الإنسان إلى وأن إلى ربك المنتهى. يعني إذا دكتور عمر ده جواب على
كلام طائفة من الناس. نعم. يعني لما يقرأوا الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين ومردت الجن. بالضبط كده. فيقول الله طب احنا بنشوف ناس في رمضان بتفطر، ناس في رمضان بتسب الدين، بتحلف بالطلاق. ماشي، ما احنا نسينا ان احنا في عندنا نوعين من الشياطين. أي نعم. شياطين الانس وشياطين الجن. نعم. شياطين الانس مقدمين في القرآن على شياطين الجن. لان شيطان الجن مجرد تستعيذ بالله يختفي. نعم. طب شيطان الانس اللي عايش معاك ليل النهار ده سيأتيك من كل باب. ما يعني تلاقيه في الشارع، تفتح شاشه التلفزيون، نعم. تلاقيه في المسلسل، تلاقيه في الاعلان. نعم. هو ده سبحان الله. نعم. يرتزقون يعني والعياذ بالله لكي يفسدوا على الناس يعني صومهم وقيامهم وصلاتهم وعبادتهم. وهؤلاء نحن سوف نتعلق برقابهم ان شاء الله يوم القيامه، لانهم يعني ما يصنعه الدعاة والعلماء واهل الخير في بناء قلوب هذه الأمة نحو الله ونحو الطهارة والتزكية والاستقامة هم يهدمونها بما يصنعون. ولكن على كل الآن نستطيع أن نقول الشيخ عبد الرحمن أن الباطل الآن يقاوم. الباطل يقاوم لماذا؟ لأن شمعة واحدة بسيطة من نور 2 فولت تستطيع أن تضيء كل هذا الاستوديو الواسع. نعم. لا يقهره قاهر، فما بالك إذا أضاء الإيمان قلب الإنسان. يعني من عفو الله عز وجل لو أن طفلا صغيرا يمسك بيد أبيه عنده 4 سنوات ويعبر أبوه الشارع به. يوسف عبد الرحمن. ما يبارك فيك يبارك فيك يا ابني، على قرة عين إن شاء الله. انقطع التيار الكهربائي في الحي كله، بدأ الولد تستولي عليه مخاوف. طفل. نعم. فغير يمكن نقع في حفرة، ممكن ندوس أعزك الله في كلب نايم، ممكن تتهمنا سيارة. من شدة المخاوف التي استولت على الطفل نسي أن أباه بجواره. أي نعم. تمام. عند هذا النسيان صار هو في حالة من الخوف الشديد والارتباك. أول ما تيار الكهرباء رجع والحي أضاء مرة أخرى تيقن أنه ممسك بيد أبيه، وأن أبوه ده رجل يعني ما شاء الله قوة، وهو يرى أنه أقوى ما خلق الله سبحانه وتعالى. انقشعت المخاوف. هكذا العبد في ظلمة المعصية. الله. الطفل الذي انقطع عليه تيار الكهرباء. فالإنسان لما تنقطع عليه تيار الكهرباء يصير شيطان إنس. فإذا أشرق قمر التوحيد في قلبه وضوء الإيمان في صدره وأنار الله له طريقة، إذا برب العباد يتيقن العبد أنه أقرب إليه من حبل الوريد. هكذا هو الفرق بين المؤمن الذي يعني من ذاق عرف، الذي ذاق حلاوة الإيمان وطعم الإيمان. فرب العباد سبحانه وتعالى لما ينير له هذا من ضمن عفو الله سبحانه وتعالى. نعم. العفو. نعم. أنا بستشعر دكتور عمر معنا وحضرتك تفصل فيه، أنا يعني سأجمل وأنت تفصل إن شاء الله. الإنسان لما يرفع يديه إلى السماء داعيا ربه عز وجل فيقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. مسألة أن أنا أرفع إيدي إلى السماء دي فيها بعض المعاني الإيمانية قرأتها لعلمائنا الكبار، منها الإقرار بأن الله عز وجل في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية أين الله؟ قالت الله في السماء. ثم المعنى الآخر لما أنا أرفع إيدي في حال الدعاء كأني أقول للناس أجمع قد استغنيت عنكم فأنتم الفقراء والله عز وجل هو الغني الحميد. تفضل دكتور. الله يرضى عليك يا رب. أولا سبحان الله قال علماؤنا ادعوا دعاء مستجدي لا دعاء مشير. الله أكبر. يعني بالبلد كده خليك شحات. نعم ما شاء الله. متسول. نعم. تسول على باب الله. نعم. تذلل. الله عز وجل ما أنزل نصره على المسلمين إلا لما ذلوا لله. نعم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نعم. هذه المذلة يعني تعرف إلى الله بصفاتك، تقرب إلى الله بصفاتك يعرفك الله صفاته. الله أكبر. فأنا الذليل وهو الرب الجليل. سبحانه. أنا الضعيف وهو الرب اللطيف. سبحانه. أنا العبد المذنب وهو الرب الغفور. الله. أنا العبد الجاني على وهو الرب العفو، وهكذا. فأنت عندما ترفع يديك أول شيء أنت تستجلب رحمة الله. الله أكبر. والعبد سبحان الله العظيم يعني زي ما قالوا يعني الواحد من الواجب يسبح كثيرا ولا يستغفر كثيرا. قالوا والله الثوب يحتاج إلى الغسل الأول قبل الطيب، إلى ماء الحار. الله يرضى عليه لازم. نعم. فطالما أنا في معية الله بالاستغفار وفي معية الله بالدعاء، كان رب العباد سبحانه وتعالى
يعني يستحي من عبده ان يرد يديه اليه خائبتين. الله أكبر. حتى اننا نستطيع ان نقول ان لم يستجب لي رب العباد عز وجل الدعاء الذي طلبت فهذه في حد ذاتها اجابه. الله الله. يعني ام الكريم لما القت كانت تتمنى ان يظل في حضنها. نعم. سيدنا ابراهيم لما ترك ولده اسماعيل وامه هاجر في واد غير ذلك كان يتمنى ان يضمهم الى صدره. نعم. لكن في بيوت المؤمنين تتعرض مش للابتلاءات وبس، لا، تتعرض لرحمات الله في صورة الابتلاء. الله. فالعبد مننا لما يشعر بضعفه وان ليس له الا الغني سبحانه وتعالى، وان يا ربي العباد لك كثير ولكن لا رب لي سواك، ماليش الا انت بس سبحان. فانا لما ارفع اليه كده اللي هو الايه؟ تذلل العبد لخالقه. الله الله. فانا لما اتذلل الى الله عز وجل رب العباد سبحانه وتعالى خلاص العبد اقر بضعفه، تاتيه قوه الله عز وجل. الله. ليه؟ قال وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصرا له. يعني ايه سمعه؟ يعني لا يحبب الى اذني الا ما يرضيه هو سبحانه جل جلاله، ويبغض الي ما لا يرضيه هو. عيني لا تقع الا على ما يرضيه هو، وهكذا وهكذا. نعم. يعني الجوارح كلها نعم. تبقى في المعيه. نعم. هذه الجوارح من ضمنها الايه؟ الكفين التي تتذلل وتتضرع. الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوم يرفع يديه حتى يظهر بياض ابطيه. نعم. صلى الله عليه وسلم صلى الله. تذللا الى الله سبحانه. نعم. فالعبد مننا سبحان الله العظيم يعني اذا دعا رب العباد موقنا، بنقطه مهمه، موقنا لان الكريم عز وجل تعريفه الذي اذا اعطى لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى. الله اكبر. كان العرب لما تعبر عن قوة القبيلة او شدتهم يعني يقولوا فلان يعني القبيلة الفلانية تتحرش بكم وعايزين يروحوا يحاربوه، خلاص لا يسألون كم هم، يقولون اين هم، لا يسألوا عن العدد، لا ماليش دعوة اين هم يعني احنا ايه؟ نعم. رايحين. نعم. فاذا كان هذا هو الشجاع فما بالنا بان يكون الانسان الكريم المعطاء كما كان صلى الله عليه وسلم كأجود من الريح المرسله في رمضان، فما بالك بالكريم سبحانه جل جل. الكريم عز وجل. انا لو قلت لولدنا عبد الرحمن يا ابني احنا عايزين نخرج كده يعني مبلغ كده، هو حاضر يا فضيله الشيخ، قال كام والمين؟ امر طبيعي. نعم. يعني طلع 10 ولا 20 نعم. ولا 5 كل واحد سبحان الله، وهنوديهم فين؟ لكن الكريم سبحانه لا يسأل جل جلاله من اعطى ولا كم اعطى، لانه احنا ايه اصبحنا 7 مليار فينا، اثبتوا حتى كده ان في 3 مليار بيوقنوا ان للكون رب. الله. منهم 1.5 موحدين. نعم. 1.5 يعني مقتنعين ان في رب، اللي عمل له زوجه واللي عمل له ابنه اللي نعم. كان المهم يعني تقريبا نصف هذا العدد نقول 3.5 مليار يعني ينكرون والعياذ بالله وجود الله. نعم. هل قالت الشمس يوما لن اشرق عليكم؟ أبدا. مش ممكن. نعم. حتى غيرة على مقام الله سبحانه. جل. هل قال الهواء الجو لا 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 لا, 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 لا انا اتوقف عند حدود الايه المسلمين دول الذين يصلون في ليلة القدر او غيرها؟ ابدا ابدا. يعطي هذا ويعطي ذاك عشان لئلا يكون للناس على الله حجة. نعم. فهو العفو سبحانه وتعالى الذي علم ضعف الانسان فجعل هذا القلب الضعيف مرتبط برب العباد سبحانه وتعالى. يا راجل يا مؤمن، الواحد لما يكون قريبه يعني مثلا رجل ذو حيثيه دكتور محمد مرسي، لا ربنا يحفظه ويبارك فيه يا رب، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه ويعينه ببطانه الخير. امين يا رب. ونحن كلنا عون الله ان شاء الله باذن الله بالدعاء والسداد يا رب ان شاء الله. هذا رجل وضع له القبول في الارض. الله اكبر. وهو رجل يعني بس ما دام انت جبت السيره الطيبه لم يسعى اليها فسوف يعان عليها. هذه قناعتنا جميعا. ده كلام سيدنا النبي. الله بالظبط. الله يفتح عليك. يعني هذه قناعتنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا ثم بالواقع الذي نراه. يعني هذا واقع سبحان الله. فمعان من الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. سبحان الله. انا اريد ان اقول ان المؤمن الصادق لما يكون له واحد ذو حيثيه معينه ويقول ايه خلاص مش اشكال، خالي يحلها، عمي يحلها. نعم.
ده انا ابن اختي ما شاء الله شغال مع فلان بيه. طب نفرض المسؤول ده يوم من الايام انا رحت اطرق بابه عشان قلت له عنده مغص، مات له ولد، عنده مشكله، شالوه من الكرسي، ها الى اين اذهب؟ ففي المؤمن دايما عبد لله سبحانه وتعالى. زي لما ربنا وصف المؤمنين اللي هيخلصوا في انتهاء الافساده الاولى لبني اسرائيل قال عبادا لنا، عبادا لنا، لانه بيضيف هؤلاء العباد له زي عباد الرحمن. نعم. زي هؤلاء سبحان نعم. الله اللي هم موصولين بالله سبحانه وتعالى. فانا ارى والله اعلم ان العبد لما يرفع يديه الى السماء اولا يعني يسال العظيم سبحانه فان سالت العظيم فاسال عظيما سبحانه جل وعلا. عايز تسال ربنا ولا انا عايز الفردوس الاعلى. الله سبحان الله. ابن الجوزي كان عنده همه عجيبه، يقول ان كانت همتك توصلك الى السماء فوصلت الى السحاب وتوقفت فانت آثم. الله اكبر. اطلع فوق سبحان الله يعني. وبعدين العجيب يقول ايه؟ يقول لو سالني سائل ان اردت ان اصلي فوق القمر، الكلام ده من كم قرن. سبحان الله. شوف الفيوضات لما ربنا سبحان الله اين اتجه؟ اقول له هكذا يقول ابن الجوزي، اقول له اتجه الى الارض لان فيها الكعبه. الله اكبر. شو الهمه لما تطلع فوق سبحان الله. ويقول ابو حنيفه لو ان حاجا طار فوق عرفه هل سقط عنه الحج؟ هل ادى فريضه الحج ولا اجزاء الحج ام لا؟ طار فين يا عم؟ طار فين يا عم؟ ده احنا عقولنا لا تطير من هذه الاشراقات اللي عند هؤلاء الكبار. فدول سبحان الله يعني. عايز اقول ايه؟ انا بس الدعاء عايز اؤكد على لي ولك ولكل المشاهدين ان العبد في مساله الدعاء اول شيء يكون موقن ان الاجابه موجوده. ليه؟ ما فتح لك باب الدعاء الا وهو يريد ان يستجيب لك. الله اكبر. الله. بس القضيه يستجيب لي بامور اربعه: في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده انت. نعم. وعلى الطريقه التي يريدها هو لا على الطريقه الامر نعم. الثاني. وان اخر الدعاء فإنما يحب أن يسمع صوتك. الله أكبر. وإن لم يجب دعاءك فهذه الإجابة. هذه الأربعة. الله. فلما تكون كده من إيه العبد لا يمل الله سبحانه وتعالى إلا إذا مل العبد ولا يمل يعني سبحان الله. يعني يستجاب لكم ما لم كيف يمل يا رسول الله؟ يعني يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. بالعكس يستجاب لأحدكم ما لم يرد. سبحان الله. دعوت فلم يستجب. خلاص نعم. طالما ان انت ايه يعني انت خليك واقف على باب الله. نعم. واقف. وبعدين ليست عدم استجابه الدعاء ان رب العباد سبحانه وتعالى لا يريد. نعم. لا يريدك ابدا. هو فتح لك باب دعاء، فتح لك باب خير. خليك على ايه؟ على هذا الدعاء. يعني لانه مخ العباده. ليه مخ العباده؟ لانه هو سبحان الله منتهى ذله العابد للمعبود. الله اكبر. الله اكبر. ليه؟ لان انا يا ربي لا املك لنفسي لا فتيلا ولا نقيرا ولا قطميرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، وانت يا رب مالك الملك. وبعدين انا ايه؟ قطره من فيض جودك تملا الارض ريا ونظره من عين رضاك تجعل الكافر وليا. الله اكبر. الله يرضى عنك يا رب. الله يبارك لك يا رب. الله يكرمك يا دكتور عمر. تتاكد يا شيخنا سنه الاعتكاف في العشر الاواخر، واخواننا كثير من المعتكفين بيخرجوا من حل اعتكاف وقد تعلم من الدعاء الحياء. الله اكبر. الكلام ده يعني كيف ياتي؟ احنا بنشوف كثير من الشباب لما تيجي تقول له توب الى الله عز وجل توبه ترضي، يقول لك انا مكسوف بالمعنى اللي بيقوله اليسير، انا مكسوف ارفع ايدي الى السماء وانا عامل ذنوب. طيب لو ان الله عز وجل استجاب لدعائه بعدما دعا، ده بيعلمه الحياء من الله عز وجل. فنريد تعليق كده على مساله الدعاء. اولا هو مكسوف ده نعم ده قمه الايمان. نعم. ده كده حط رجله على اول الطريق. نعم. ليه؟ لانه استشعر يعني الله يراني وانا كنت بعمل ده كله. صدق. لان الحياء هو خلق الاسلام العظيم. نعم. لكل دين خلقه، وان يعني خلق الاسلام الحياء. هو عنده حياء من الله، وهو ده حق الحياء. انه مكسوف، انه مستحي ان يرفع يديه وهو مذنب. بالعكس يعني يقول اهل العلم اذا قال العبد يعني وكان طائعا يا رب قال الله لبيك يا عبدي. واذا كان عاصيا وقال يا رب قال لبيك 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 يا عبدي. ليه؟ لان انين المذنبين افضل من تسبيح المعجبين. الله اكبر. ولان تبيت مذنبا نادما خير لك من ان تبيت قائما معجبا. الله اكبر. ومعصيه اورثتك ذلا وانكسارا
خير لك من طاعة أورثتك عزا واستكبارا. الله أكبر. فأنت في معية الذل، خلاص تطرح على باب الله. بالعكس، ده هو لما بيعتكف ولما بيدعو ولما يستحي من الله ويا خبر أنا يعني يستجيب لي، ده أنا عملت كذا بالعكس، هذا هو مش بداية الطريق، بداية غسل القلب من أدران التجرؤ على الله سبحانه وتعالى. يعني كأنه هو تعدى الخط. نعم. وبعدين بدأ يستحي. نعم. نعم. والله دكتور عمر، يعني بشرى خير، العام الماضي في الاعتكاف كنت قايم على الاعتكاف في احد المساجد، كان معايا تقريبا 25 اخ في الاعتكاف. فجيت في الايام الاخيره كده، الثلاث ليالي بتوع اواخر رمضان، قلت لهم يا جماعه طبيعه الخيل اذا دخلت الى السباق في نهايه السباق بتسرع، فعايزين نجد في العمل. ايه رايكم؟ ياخدوا الميداليه. اي نعم. ما خدوش ميداليه يا مولانا. معلش طبعا ياخدوا ان شاء الله. امين يا رب. لا اقصد بتوع الاولمبياد. ربنا ينفخ في صورتهم. فكنت بقول لاخواننا طيب تعالوا نعلو بهمتنا ونختم القران من وقت السحور الى اذان المغرب. والله العظيم اصغر شاب كان موجود معانا ولم يكن له ذكر في المسجد معانا خالص ولا شفناه قبل كده، ولكن قال انا عايز اعتكف، وخدنا يعني سجلنا اسمه ودخل معانا قبل صلاه المغرب بربع ساعه. قال لي اخ عبد الرحمن، قال الله تعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس من الجنه والناس. ختم في ليله واحده. اللي انا عايز اكد على انه فعلا لما رفع ايده الى السماء قد استشعر فعلا مساله الحياه من الله عز وجل. هو اولا المدد اولا واخيرا من الله. الله اكبر. والعبد لما يقف على باب المدد كيف لا ياتيه المدد؟ نعم. يعني الله يرضى عن خالد بن الوليد لما تبتدي المعركه يقول الله اكبر هب رياح النصر. الله اكبر. هو رياح النصر بتروح عند اي حد. اليقين اللي عنده انت طالما عندك يقين الله. يعني كما قال علي يقيني بالله يقيني. الله اكبر. هذه جمله تكتب ما شاء الله. يقيني هذا اسم. بالله يقيني هذا فاعل. الله اكبر. فهو في يقينه يعني في حاله ايه، يعني زي بالضبط الجنين في رحم امه. الله. في 3 مراتب قاعد ايه يتنطط براحته فيها ما ولا اي ضرر، ظلمات 3. سبحان الله. فالعبد داخل رحمات الله وداخل فضل الله وداخل هذا الكون بهذه العنايه الربانيه. الله. بس هو المهم يستشعر ذلته لله. الله. وبدل انا استشعرت ذلتي لله خلاص يعني ياتيك النصر. بعد هذا الكلام النفيس يا دكتور ناخد كده تقرير سريع. اهلا وسهلا اخواني واحبابي، تقرير سريع ثم نعود اليكم مع الدكتور عمر عبد الكافي. بارك الله تعالى فيكم. لأنك أنت أمنياتي، لأنك ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فمن أهم المهام الملقاة على عاتق إدارة المسجد والجمعية إعداد المعتكف كل عام للمعتكفين. السنة دي احنا بدأنا أو فتحنا باب زي ما بنقول الحجز كده، وحددنا ان احنا هناخد 400 معتكف، وحددنا المكان وحددنا بدأنا نسجل الأسماء، وبدأنا في تسكين المعتكفين من ليلة 21 اللي هي أولى ليالي العشر الأواخر من رمضان. المكان تحت حضرتك هتشوفه دلوقتي مجهز بالسماعات، مجهز بالمراوح، بالإضاءة. السنة دي تيسيرا عن العام الماضي تم فتح أبواب لدورات المياه داخلية من المعتكف على الوضوء مباشرة وعلى الاغتسال. كل ده تيسيرا على المعتكفين، ونرى أن هذا واجب عليه. مجدي عبد التواب. منين؟ طلبية هرم. لا أول سنة دي إن شاء الله. أول سنة تعتكف إن شاء الله. لا ما شاء الله هنا الحاجة كويسة. بنبتدي نقوم الصبح الفجر إن شاء الله، بنصلي الفجر وبيدي درس، وبعدين بنصلي الضحى، نيجي نريح شوية، بنصلي الظهر بنريح شوية، وبعد العصر بنقرأ قرآن لغاية المغرب، بننزل نفطر، وبعد كده بنطلع نصلي العشاء وبنصلي التراويح، نقعد ساعتين نريح. الساعة 12:30 بنبتدي التهجد لغاية الساعة 2:30 نطلع نصح. لا بسم الله ما شاء الله كل حاجة متوفرة بزيادة الحمد لله رب العالمين. أحمد البدوي فهمي، مهندس كهرباء. منين؟ منوفية أو اسم. وجاي تعتكف هنا؟ سمعت انك عريس جديد. داخل قبل رمضان ب 20 يوم. قبل رمضان ب 20 يوم. طب والعروسه موافقه انك انت تسيبها؟ انا متعود بقالي 5 سنين ولا اكتر من 5 سنين بعتكف ال10 دول. فلما عرضت عليها الامر ما فيش اي مشكله.
اه اه طبعا. رايك في الاعتكاف هنا، يومك بتقضي ازاي؟ الوجبات وضعها؟ والله بالنسبه للاكل الحمد لله الجماعه اللي قايمين على الاداره الجمعيه وكده موفرين كل حاجه. لأنك أنت أمنياتي، لأنك ليلة القدر. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد نجدد الترحيب بفضيله الدكتور عمر الكافي. حضرتك دكتور، اخد اخر لقطه كده من كلام الاخ الحبيب، متزوج قبل رمضان ب20 يوم. نعم. واستأذن الحكومه اللي هي زوجته أيوة. فقد اذنت له بالاعتكاف. نعم. سبحان الله العظيم يا دكتور. يعني احسب ان كثير جدا من الشباب لو وضعي في نفس الموضوع ده هيقول ايه اعتكاف وايه بتاع، يعني 10 ايام في المسجد، انا بصلي في البيت وبذكر ربنا واقرا القران. نعلق كده على يعني اسباب ضعف مساله الاعتكاف عند الناس وعلو الهمه في مساله الذهاب الى المساجد، فنريد تعليق. هو اولا يعني يا بشرى لمن تذوق حلاوه الايمان وطعمه. الله. اصل حلاوه الايمان دي يا عبد الرحمن يا ولدي عامله زي ايه؟ زي رائحه العطر. يقول يا شيخ عبد الرحمن انت الريحه بتاعتك طيبه، ريحه جميله. يقول له طب واحد لو واقف تاني يعني ايه الشيخ عمر غزوي ريحه طيبه؟ يعني ايه طيبه؟ نعم. يعني ايه ريحه حلوه؟ نعم. يعني الزهره دي جميله، جميله يعني ايه؟ نعم. هذا كلام يحس ولا يقال. الله اكبر. يتذوق. يتذوق. نعم. فطعم الايمان ده تذوق معنوي. الله. فلما تهب رياح الايمان على انسان وتدخل في يعني حنايا قلبه وصدره، هو عنده المعتكف ده بالنسبه له هو بالضبط بيقتطع في الدنيا جزءا من الجنه. الله اكبر. الله اكبر. ليه؟ لأنه داخل في المعتكف حاله من الرضا، حاله من انشراح الصدر. الحسن البصري يقول نحن في حاله لو او يعني في الحاله الايمانيه لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. فهي دي. نعم. هو ده شايف ان هذا الاعتكاف هو قطعه من الجنه يعيش فيها في الدنيا. نعم. وقال ابن عباس ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. نعم. جنة الرضا عن الله وبالله. الله فهو رضي. نعم. بالله ربا. نعم. فوجد ماذا يحبه الله عز وجل. استشعر حلاوة يحب المعتكف ده. نعم. ليه؟ لأنه ده إنسان أصبح مش إحنا الصائم ملائكي نهارا وقد يكون شيئا آخر ليلا، لكن المعتكف ملائكي ليلا ونهارا. الله أكبر. لأنه لا يفتر عن العبادة. نعم. ودي صفة الملائكة. نعم. فبالتالي بورك في زوجتي وعروسه انها اولا اذنت له لانها ايه يعني واصلحنا له زوجه. الله اكبر. يبقى هنا القضيه. وبعدين في نفس الوقت يقول لك انا 5 سنين متواصله مش عايز يقطع العاده الجميله دي، وسايب المدينه بتاعته جاي يعتكف لانه الارواح دول المجنده يروح يعتكف في اسوان في مرسى مطروح. المهم انه هذه القطعه من الجنه الدنيويه الله. يريد ان يوجد نفسه فيها. نعم. ليتنسم نسيم الطاعه. نعم. حقيقه هنيئا 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 اخونا احمد. نعم. بارك الله فيك. الله يكرمك يا دكتور. شيخنا هنرجع كده يعني قليلا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. نعم. نعم. كان الامام ابن الاثير بيقول كلام غالي قوي يا شيخنا في تعريف العفو. نعم. فكان يقول هو الذي يرى عبده على الذنب. نعم. ولا يعاقبه عليه. نعم. بل يتجاوز عنه. نعم. ويمحوه من صحيفته ويطمسه كأنه ما كان لأنه الله الغفور الرحيم. ده ونضيف الجملة الأخيرة ثم يثبت مكان هذا حسنات. الله أكبر. الله يعني مش كمان يعني يعمل له محو السلام. نعم. يعني أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. يعني أنا ممكن إيه أنا علي دين لفلان. نعم. خلاص يعني لو جاء بعد سداد الدين خد يا عم الدين بتاعك وانتهى الموضوع على كده. نعم. لا ده مش دينه بس، ده هو أنا علي دين، الدين يلغى نمرة 1. يعني معلكش دين. نعم. وبعدين خلاص مش شكر الله، لا استنى خد المبلغ ده كمان فوق. لو ايه رايك وانا هحط لك كمان الجنيه ب10 لا ب700. الله اكبر. فهو الكريم المعطاء، لان العفو قريب من اسم الله وصفته الحليم سبحانه وتعالى الذي لا يعجل عبده بالعقوبه. نعم. حتى لا يعجل على عبده باستجابه دعائه. في دعاء معين ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير ولو يعجل الله للناس استعجالهم بالخير يعني لقضي يقضى الامر كيف يعني هو قاعد مفكر انه مجرد ان يدعو دعاء كده يا ابن السنه اهدى شوي. نعم. فهو الله عز وجل يعني لا يعجل على عبده لا بالعقوبه ولا باستجابه دعاء الشر، وهذا من حلم الله علينا. الله. سبحان الله. يعني يعاملنا كانه لا يرانا سبحانه وتعالى من كرمه. وبعدين دي من الواجب احنا ناخدها كصفات لنا.
يعني اللي هي سنة التغافل والتغافر. الله. انا اتغافل عن عيوب اخي. مش ربنا لما امرني بغض البصر مش امرني بغض البصر بس عن الاشياء الحرام، لا، ده غض البصر عن عيوب الناس. الله الله. يعني مش ضروري كل نفتش على يعني الملتمسون للبراء العيب. طب ليه؟ نعم. ليه انا قاعد للناس على واحده اشرح صدري اغمض كده ولا كان ايه يعني وكاني لا ارى. ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. نعم. يعني مش واخد باله. أيوه. هكذا الاب الناصح مش يقعد على العيال الواحده فين ازاي كام يا عم اهدى شويه يعني كل 3-4 لفتات. نعم. قف لفته. نعم. لا، فالعبد يتعامل يعني ياخد من حلم الله شيئا منه وياخد من العفو سبحان الله العظيم. لان هارون الرشيد لما كان بيغسل يديه والابريق وقع من يد خادمه فجرح يد هارون الرشيد وحارون فبدأ الغيظ. قال يا امير المؤمنين والكاظمين الغيظ. الله أكبر. قالوا كظمت غيظي. نعم. قالوا العافين عن الناس. قالوا عفوت عنك. نعم. والله يحب المحسنين. قال له انت حر لوجه الله. الله أكبر. فناس الله. مفاتيح شخصيتهم كتاب الله. فالانسان اللي هو بيدعو الله ليله القدر اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، يجب ايضا عشان انا استدعي واستجلب عفو الله لازم برضو انا اعفو عن الناس. نعم. لازم برضو انا نعم. اكون في هذه الصفه. الله. 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 يعني ايه اعفو عن الناس؟ لان انا اذا كان انا خطاء وهو خطاء طب ما تيجي نتغافر واحنا لازم نتعاتب. نعم. العربي لا يجيد العتاب. العربي عامه نعم. اذا الاثنين يتعاتبوا مع بعض هوب يدبوا خناقه يدخلوا يمسكوا في تلابيب بعض. فاحنا بدل ما نبدا بالعتاب نبدا بالتغافر. نعم. خلاص بقول لك يا فلان اقلب الصفحه خلاص وتمحى مش نفضل نخزن في الصندوق الاسود وبعدين نطلع سيره ال 30 سنه اللي فاتت. نعم. لا، احنا اول باول كده ايه. نعم. يغسل عامل زي بالظبط ايه ال الاطباق التي ناكل فيها ساعه المغرب تاخذها الزوجه واهل البيت بارك الله فيهم ويغسلوها فغسلها سهل تمام. طيب اكلنا في الاطباق وسبناها 2-3 بقيه الطعام تعمل ايه؟ تجف تمسك في الاناء يجي ينظفوها عايزه ايه؟ مجهود. نعم. هذا اللي تكلست قلوبهم من الذنوب لكن اللي بيغسلها اول باول. الله. يعني من الصلاه الى الصلاه الله. ومن الجمعه الى الجمعه من رمضان الى رمضان. نعم. وهذا هو الكرم. نعم. اللي هو اول باول اول باول اول باول وهكذا. فاحنا لازم عشان نستجلب عفو الله يجب ان نعفو عنه. هي كده من ستر مسلما ستر الله في الدنيا. هي نفس القضيه من فرج عن مؤمن كربه وهكذا. فانت ازرع عشان تاخذ الثمره بس ان شاء الله. لا عنك. شيخنا في قول الله عز وجل ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. الإمام ابن القيم بيقول كلام جميل كده وحضرتك تفصل لنا المسألة. بيقول فجعل الله تعالى المرأة سكنا للرجل. نعم. يسكن قلبه إليها. نعم. وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. تمام. أليس أولى الناس يا شيخنا بالعفو أهل بيتي زوجتي وأولادي واللي حواليا؟ هو أبأس الناس اللي هو يعني لطيف مع الناس ولطيف في الشغل. نعم. يا سلام على عادة فلان الزوجة يعني مسكينة تسمع تقول كلموا عن مين ده؟ ومين الشخصية الغريبة اللي بيتكلموا عليها دي؟ سبحان الله. فهو لماذا سبحان الله يعني هم هؤلاء يعني هذا الصاحب بالجنب كما قال البعض قد تكون هذه الصاحب بالجنب لأنها صاحبة الزوجة. الصاحبة دي مصاحبة لك وبعدين أنت أصبحت وطنها وأهلها. أبوها يمكن يكون مات خالها اللي زوجك يكون مات زوجها لك يكون مات يا سيدي عايش على قيد الحياة ولكن هو مش في البيت. نعم. يا سبحان الله يعني. فأنت إن أحسنت إليها دايما أنا أسأل المريدين أقول لهم تحبوا تزوجوا بناتكم لواحد في أخلاقك أنت؟ يقول لا 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 ده أنا بنت غالية عليا لا إله إلا الله وده صريح مع نفسه. صدق. طيب يعني هي بنتك بنت ناس والتانية بنت كناس هي برضه بنت ناس وابوها برضه يحب يسمع ايه؟ نعم. يسمع خيرا. نعم. زوجها بيعملها كويس. نعم. والله شوف خيركم خيركم لاهله. الله. والله ان شوف انا ارى لؤم الزوج الذي يعني دائما يحفظ يرى حقوقه فقط ولا يرى حقوق الاخرين. نعم. او لا يرى واجباته. نعم. طيب اذا كان كل الرجال حافظين من باتت وزوجها غضبان عليها باتت. طب ومن بات وزوجته غضبان عليه نعم. ايه الملائكه بتدعو له؟ لا. يعني ازاي يعني؟ نعم. ما هي معادله. نعم. ولهن
مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني هي كده، هي نعم. كده. نعم. لا يكرمهن الا كريم ولا يهونهن الا لئيم. نعم. فانا اول شيء انا عايزين ايه؟ نبدا بانفسنا. الله. ما ينفعش اطالب الغير وانا في، يعني انا اطالب، يعني نعفو عمن في بيوتنا. الحسن البصري الله يرضى عنه دعا مريدا ليأكل عنده، الراجل فرح وراح مثل الحسن البصري وكده. دخل الحسن يجيب الاكل، سمع مشكله مشاده ما بين الحسن وزوجته. يا الله، اسقط في يد الايه؟ وجه اصفر. وبعدين خرج الحسن البصري، ما لك يا بني؟ قال شيء. قال سمعت ما دار بيني وبين زوجتي؟ قال يا ولدي كنا عندك الجمعه الماضيه. قال نعم. فقفزت دجاجه على صحفه الطعام فقلبتها. نعم. هل ضربنا الدجاجه؟ قال له ابدا. هل ذبحنا الدجاجه؟ قال له ابدا. قال له انزلتها منزله الدجاجه. انت ليه مكبر الموضوع يا ابني؟ ما شاء الله. كبر الموضوع، سبحان الله العظيم. يعني الانسان بس ايه؟ التغافل يا شيخ. شوف، انا انصح اي انسان عصبي ان هو عايز يرد الصعصعين، او عايز هو اني الفعل، عايز يرد فعل. انا اقول له ايه؟ انت تتصور هذا الذي اذاك او انت اللي عايز ترد عليه ده، اكتب رساله له في نفس الوقت، ولكن لا ترسلها. تمام؟ واستنى يومين ثلاثه واقراها. نعم. اقول يا الله، انا كنت هكتب يا ستار، معقول هذا الكلام؟ معقول كنت اقول لزوجتي الكلام ده؟ معقول كنت اقول لحمايه ابو زوجتي الكلام ده؟ معقول كنت اقول لزميلي اللي في العمل اللي له فضل عليه؟ هيستحي من نفسه. نعم. فانت اكتب، طلع الشحنه اللي عندك واكتبها، وبعدين انكظمها داخلك. واثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامه جرعه غيظ يتجرعها المؤمن وهو قادر على انفاذها. الله أكبر. نعم نعم نعم. شيخنا، جمله لابن الجوزي صدر الخطأ كان بيقول: متى رأيت صاحبك قد غضب ايوه فلا تعقد على غضبه خنصرا، نعم. فإن القلب قد أغلق وإن العقل قد استغلق. الله يرضى أي عنك. نعم. الغضب يصير الانسان الغاضب في يد ابليس كالكره في يد الصبي، الله. يحركها كيف يشاء. نعم. والغاضب يعني معذره هو خارج حدود التأهيل التكليفي. نعم. حتى لا طلاق في اغلاق. نعم. هو خلاص غلق امامه الباب. هو لو فكر اللحظات، طب والاولاد، طب والزوجه، طب والبيت، طب وامام الناس، يبقى شكله ايه؟ نعم. هو ساعتها ما عندوش هذا الفكر. فانت لا تبني على غضبه احكاما. نعم. لا بالعكس، سيبه، لانه هو في حاله غير طبيعيه. كحكم المجنون يا شيخ. الله، يعني زي بالضبط. نعم. مثلا المراه في الايام التي لا تصلي فيها. نعم. ولا تصوم فيها، رب العباد سبحانه وتعالى اسقط عنها تكليفين كبيرين من الفرائض. نعم. انت جاي تعملها في هذه الايام بنفس المعامله بتاع بقيه الايام. طب من باب اولى ايضا الغضبان. نعم. حاله غير طبيعيه. نعم. اذا كان رب العباد عفى عن المراه في ايام معينه، لا هي دي لا، يعني لا ذنب، خلاص، لا صلاه ولا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاه، انتهى الموضوع. نعم. طيب اذا كانت التكليفات الشرعيه سقطت عن وضع فسيولوجي تركيبي، يبقى دي عند الغضبان وتحكم عليه انه لا بالعكس. ولا سبحان الله العظيم، لا تعول يعني نتيجه على ان تعامله في هذا الوقت، بالعكس. نعم. ان عز اخوك فهن. نعم. خلاص، سبحان الله العظيم. نعم. نعم. شيخنا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه نعم. دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامه حتى يخلون الحور العين يزوجوا من شاء. الله اكبر. الحديث ده مش يعطينا صبر كرجال على الزوجات؟ والله يا ابني شوف، الايمان نصفه صبر ونصفه شكر. الله. هو الناس عايز تدخل الجنه كده يا ابن الحلال ده عشان واحد ياخد 50 متر في 50 متر كده، يعني سبحان الله، يعمل اللي ما يتعملش. ايش استبدل معاش، وايش قرض، وايش يبيع الارض بتاعت ابوه وكان عشان ياخد حته. طيب انت عايز جنه عرضها السماوات والارض. الله. وكده من غير ابتلاء، من غير امتحان، من غير سبحانك كيف يعني. وبعدين صبر، يبقى ما دام في صبر يبقى في ايه؟ يبقى في ابتلاء. نعم. ولازم يبقى كده. نعم. والا طب العبد سبحان الله في هذه الدنيا، يعني يقولون ان صورة الملك لم توضع على الدينار. زمان كانوا يحطوا صورة الملك، صورة البتاع، الا بعد ان صهر في النار، بعد ما المعدن دخل النار فشرف بصورة الملك. نعم. طيب يبقى انت عايز تشرف بصورة العبودية دون ان تدخل في الامتحان. هو الراجل بتاع المجوهرات، لا يعني الذهب الخالص ال 24 قراط 21 قراط حصل عليه ازاي؟ دخله في الفرن لقيتوه،
وبعدين ابتلاه بالايه؟ بالنار، فسال نضارا، نزل تحت، والخبث طلع فوق، المعدن النفيس نزل تحت والمعدن الخبيث طلع فوق. انا ما حصلتش على او بتاع الجواهر ما حصل على الذهب 24 قرات هذا الابريز الخالص الا لما افتتن بالنار. نعم. فنار الابتلاءات والمصائب هي التي تجعل من العبد هذه القيمه. نعم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني كما قال ابن عباس: اعرف ذنوبي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي. هو بيرجع الامر له هو، سبحان الله. فيقول لا زوجتي مش، لا انا اللي علاقتي بالله مش طيبه. نعم. فهذا هو الميزان. نعم. هذا غير كده ما نعم. ما تنضبطش الامور. تمام كده. الانسان يا شيخنا لو تدبر في قول الله عز وجل: وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الا تكفي هذه الايه في ان يعفو عن الناس، خاصه في نسال الله ان تكون هذه ليله العفو يا حي يا قيوم. يعني انا اريد ان اقول نعم. نحن من الواجب ان نكون صناعه قرانيه، بمعنى ان احنا نقرا القران يجب ان نقف عند كل صفحه. نعم. قول انا ايه في الصفحه دي؟ الله. انا اسوي كام؟ نعم. ما هو القران ميزان. الصفحه دي فيها كم امر وكم نهي؟ فيها كم صفه جميله؟ ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين الذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. شويه الصفات الجميله دي كلها حطها كده منهج. والله انا فين من دول؟ انا اخذ كم من 10؟ طب الصفحه اللي بعدها وهكذا وهكذا. نعم. يعني هو عمر بن الخطاب لما حفظ البقره في 8 سنوات هو يعني كان لقله حفظ ابدا. هو عايز يطبق لغايه ما يعني العلم والعمل معه. اما مساله سباق الدراجات هذا انا خلصت القران مرتين، انا خلصت التطوع دي ثم ما قالش امنوا بس. عمر ما في القران امنوا وعملوا الصالحات. الانسان يا شيخنا ممكن في رمضان يتنافس في ختمات للقران كاجر وختمه اخرى للتدبر. يا ريت يقف نعم. يا ريت نعم. ختمه التدبر دي مهمه في ايه؟ ومع ورقه وقلم يقول صفات يحبها الله يكتبها. الله اكبر. صفات لا يحبها الله يكتبها. الله. وبعدين يقول انا ان شاء الله بعد رمضان هبتدي كل اسبوع هعمل زي بالضبط الدول: اسبوع المرور، اسبوع المراه، اسبوع المعاق، اسبوع مش عارف البيئه، اسبوع قرات طيب. نعم. ده اسبوع الغيبه، اسبوع النميمه، اسبوع السلوك الطيب، اسبوع الاخلاق، اسبوع العفو، اسبوع صله الرحم. هكذا دراسه جدوى. هو انا يعني بس انفع في دراسات الجدوى في الشركات والمؤسسات والجنه دي مش عايزه دراسه جدوى؟ لا. عايزه دراسه. نعم. شيخنا نشوف تقرير كده عن تاثير القران على بعض الاطفال المسلمين. الله اكبر. ونرجع. تفضل. اهلا وسهلا. تفضل اخي كريم. لك أنت أمنياتي لأنك ليلة القدر.